متأخرة الليلة الماضية جرى تجديد الثقة في السيد ميلودي مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، وقد تمت المصادقة بالإجماع على ولاية ثانية للميلودي مخاريق أمينا عاما لهذه المركزية النقابية، وذلك في ختام المؤتمر الوطني 11 للاتحاد المغربي للشغل الذي عقد يومي 20 و21 من مارس الجاري بالدار البيضاء. والتفاصيل في الريبورتاج التالي لعصام العباري. بمشاركة وازنة حوالي 2000 مؤتمر ومؤتمرة حسب بلاغ الاتحاد، تمثل مختلف التنظيمات النقابية المهنية المؤطرة للطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. يعقد هذا الأخير مؤتمره 11 والذي يتزامن مع الذكرى 60 لتأسيسه، مؤتمر يضع على طاولة النقاش تقوية الصف الداخلي وتحليل الأوضاع العامة للطبقة العاملة. من أهم الرهانات الداخلية وهي تقوية التنظيم النقابي وتعزيز التنقيب وفتح الباب لتحمل المسؤولية للشباب وللمرأة العاملة، كذلك تطوير آليات التكوين النقابي والثقافة العمالية باعتبارها الوسيلة لصقل كفاءات المناضلين والمناضلات. يومين ستكون حاسمة لرسم معالم 4 سنوات القادمة وتحديد أجندة النضال من أجل مواجهة التحديات وتعزيز موقع الاتحاد المغربي للشغل ضمن لائحة أهم المركزيات النقابية بالمغرب. نقاش يعرف حضورا متميزا للمرأة المناضلة التي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تفرض تواجدها على الساحة النضالية. يجب أن نسجل بخطوط عريضة بأن المرأة تشارك بنسبة 26.37% من مجموع المؤتمرين، وهذه نسبة جد هامة بالمقارنة مع المؤتمر الوطني السابق حيث كنا فيه بنسبة 20%، وهذه كنعتبروها خطوة جد إيجابية. هذا وستعرف أشغال المؤتمر تجديد الأجهزة القيادية المسيرة للاتحاد بفرز المؤتمرين للجنة الوطنية والتي بدورها تنتخب الأمانة الوطنية، هذه الأخيرة تنتخب من بين أعضائها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للمرحلة المقبلة.